كرر يا برنس طلباته كترت في الفتره الاخيره ديت، ولكن طلباته صح الصح يعني، ولازم نوافق عليها. بص بقى يا برنس، طبعا في عنوان الفيديو زي ما انت شايف الاهلي يا برنس هيضموا لجهازه الفني يا برنس مدرب للمهاجمين فقط. وركز بقى معايا يا برنس في الكلام دوت. طبعا احنا كلنا عارفين ان بره في اوروبا ده في مدربين بره في اوروبا لرميه التماس. انت متخيل ان جايبين مدرب مخصص لرميات التماس يعلم ازاي اللعيبه ان هم يلعبوا رميه التماس يا برنس؟ ولكن الاهلي يا برنس خلاص شكله داخل على سكه الحته ديت، شكله داخل على سكه ان هو كل مدرب يبقى تخصص لحاجه، مدرب للمهاجمين، مدرب للمدافعين، كده كل القصه ديت يا برنس. طبعا زي ما قلت امبارح يا برنس ان النادي الاهلي جاء ضم لجهازه الفني طبيب نفسي. ماشي يا برنس، كل الناس قالت لك حاجه كويسه ودي حاجه مفيده جدا وهتخرج اللعيبه من الضغوطات والكلام دوت يا برنس. النهارده الصبح يا برنس سمعنا يا برنس، والقرار ده مؤكد من مصدر داخل النادي الاهلي، ان قرر يا برنس الطلب كالاتي: انه يكون في مدرب مخصص للمهاجمين. ايوه كده بقى، ايوه كده، ده الشغل على النظيف، ده الشغل النظيف. لان الفتره الاخيره زي ما كلنا عارفين ان النادي الاهلي بيضيع كور كتير، بنروح على الجون يجي 10 ولا 12 مره ما بنجيبش جوان، ولا يعني ممكن نجيب جون وممكن ما نجيبش خالص، احنا ونصيبنا. ولكن قال لك يا برنس ان كولر طلب من اداره النادي الاهلي او كابتن محمود الخطيب ان هم يجيبوا مدرب للمهاجمين فقط، يكون مدرب مخصص لحكايه المدربين، يصحى يشرب ينام هو جاي يمرن اللعيبه على ان هو ازاي المهاجمين بتوع النادي الاهلي يعرفوا يجيبوا جوان. ومين يا برنس المرشحين ان هم يتولوا المنصب دوت يا برنس؟ عندك محمد زيدان وعندك عماد متعب، واحد من الاثنين هيكون مدرب مهاجمين النادي الاهلي. وحرفيا يا برنس الموضوع دوت هيبقى مهم جدا، والموضوع ده هيبقى كويس جدا للاعيبه النادي الاهلي في الفتره الجايه يا برنس، اللي احنا الفتره اللي فاتت بنروح على الجون كتير، بنروح على الجون كتير حرفيا، ولكن ما بنعرفش نجيب اجوان. يعني هو يخلي عماد متعب او زيدان مخصص للموضوع دوت يا برنس، وباذن الله يعني الموضوع ده يمشي ويتاكد عليه، ومتعب او زيدان اي واحد فيهم، ولكن لازم اللي يجي يكون على كفاءه عاليه باذن الله، ويكون اضافه للجهاز الفني للنادي الاهلي يا برنس. وبرده من ضمن الاخبار اللي معانا، ايه يا سان داونز جرى ايه؟ يعني فرقه سان داونز يا برنس النهارده طلعت بيان علني، فتحت المدرجات ببلاش عشان مباراه النادي الاهلي. ما انا مش فاهمهم يا اسطى، يا اسطى باذن الله الماتش ده هدين، الماتش ده صعب، الماتش ده صعب، والماتش ده في عنق الزجاجه، يعني ماتش لازم تخرج بيه لا تعادل لا مكسب، مفيش خساره باذن الله، يعني مفيش خساره. اوبشن الخساره ده نشيله نمحيه خالص، عشان مش هينفع ان احنا يحصل لنا اي حاجه في الماتش غير ان احنا نكسب او نتعادل، لان الماتش صعب جدا. وفريق سان داونز يا برنس طلع لك بالبيان دوت وقال لك المدرجات ببلاش، اللي عاوز يجي رحله هي بقى يعني، ولكن ربنا يستر علينا يا برنس. وبرده ضمن برضو الاخبار موضوع الاصابات يا برنس، انت بتتكلم ان عبد القادر وخالد عبد الفتاح الاثنين جاهزين لمباراه سان داونز، مش مباراه المقاولين اللي هي بكره، لا جاهزين لمباراه سان داونز باذن الله، وهيكونوا اضافه كويسه جدا للفرقه، يعني في رغم الاصابات الكتيره جدا جدا في الفتره اللي فاتت دي. فاحنا بنتنشى على لعيب، يعني احنا بنتنشى على اي لعيب يجي، فباذن الله دول باذن الله الطبيب النادي الاهلي احمد ابو عبله اكد يا برنس ان دول جاهزين لمباراه سان داونز. اما عمرو السوليه خارج الحسابات، تبقى فاهم يعني يا برنس. برضو الخبر اللي معاه دوت يا برنس هو خبر مهم جدا جدا جدا. لا طول المهم مين؟ للونش، يعني جوه نادي الزمالك. الونش يا برنس رجع لقائمه نادي الزمالك يا برنس عشان هيشارك امام الترجي. حرفيا يا برنس من بعد غياب الونش نادي الزمالك خط دفاعه بقى شوربه، خط دفاعه اللي عاوز يروح. يعني كان الاول حسام عبد المجيد والونش الاثنين كانوا عاملين خرسانه دفاعيه حرفيا. من بعد بقى اما الونش اتصاب، فانت عندك يا برنس كده بقى اي حد يروح على نادي الزمالك، اي حد يروح يجيب جول. ولكن عوده الونش للقايمه انا بقى مش عارف بقى هيشارك ولا مش هيشارك، ولكن هو دخل في القايمه وممكن يشارك، يعني هو ممكن يشارك ان هو بقى جاهز بقى له فتره، يعني جاهز بنسبه 100%، ولكن ممكن ينزله في الشوط الثاني في وقت، يعني في وقت من المباراه يا برنس.